يا جدعان والله العم سيد ده لقطة عشان يقول له زوجتك سيد شعبان. مصر كلها بتقول انه عاملين الموضوع ده كله عشان تطلع ترند. انت عارف انا هاجر ما هزق؟ هاجر ما هزق يعني، او ما انا اللي راح اكتب على الكروان. بقول له اخر ماذا اروح انا اكتب على الكروان. حاجة انت خلفت ونسيت تربي. يا لهوي الرجالة حلوة موت، بس I don't have time. نجيب لك تايم. ما تربطيش، ده انت محتاجة تايم كتير عشان تربي. احنا رايحين في داهية، لو جوزك قال لك قولي له ما همهمش احسن من امك. طب ليه جوزها يقول لها كده، وليه هي ترد عليه؟ ليه بقى يا حاجه اختشي عيب يا حاجه، احترم النقاب انت لابساه، وليه يا مهزأه؟ شوف شكل كده دول. تعالى سمختي لحد منزل القبر اقول اختي، مهما تتعاركوا مهما تتصالحوا مهما تعملوا مالكوش الا بعض، مالكوش الا صله الرحم. مين اللي هيحن عليك الا اخوكي واختي؟ انا مش مصدقاها والله، لو مصدقاها كانت ركزت معاها. اختها بتقول في المحشي ومش مطنشاها خالص. شفت فلاحين وعارف ان هم محترمين صح؟ تعالى بقى بص النوع التاني من الفلاحين. انا عطشان بصراحه، وخزين اقول لك انا عطشان. ليه؟ وخزين ليه؟ طبعا بعيد عشان ما اضيعش وقتك مش هيتهزل لازمه اقسم بالله. ولكن الراجل العرة ده بيصور مراته في الغيط وعامل مراته محتوى عشان خاطر يكسب مشاهدات وفلوس، لانه ولو صور نفسه وشه يقطع الخميره من البيت، لازم يصور مراته وهي معمزه ومفنسه كده عشان خاطر يجيب مشاهدات. الحاج اللي زي القمر. لا كرشك ما انت مثلا ايه؟ حط الشارع على كرشك. بتقول لك حط الشارع على كرشك. حط الشارع على كرشك ايه؟ لا دول ما بيتقالوا. لا انت كده غلطت لاول مره، انت مش قدوتك. بقولك ايه، ما تلبس تقيل، ليل الشتا طويل. ليل الشتا ماله يا عينيا؟ ماله؟ طب ما مش تقيل مش طويل على جوزك ولا على ابوكي ولا على اللي مربيكي يا وليه منك. انت بتتبسط اما بنتك بتفخد قدامك كده وتقعد تترقص وتميس وتنزل على السوشيال ميديا، بتتبسطوا. النسوان اللي ربت العيال دي فين؟ مع العيب على الامهات والله، لان ممكن ابوها يكون مشغول في الشغل ولا ما بشوفهاش. امك فين يا بنت؟ لو انت مكانها هتعمل ايه؟ يا جماعه ايه الحلاوه دي؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني وهي تجري به. ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ منى انت عارف ده بكام؟ ده ب6000 درهم، اغلى جاب اشتريته في حياتي. باي ذا واي انا ما اشتريتوش قوي، انا دفعت نص الفلوس وراجع دفعت نص الفلوس. انت متعوده تاخدي كبات من حد. لا ومين فينا ما يتمناش ولاده يبقوا كده؟ ده اب دخل على اولاده بظروفهم لقاهم بيعملوا كده، تخيل. طيب كمل ما شاء الله ما شاء الله. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على الانسجام. شوفوا حلاوه الصوت، شوفوا حلاوه الموقف نفسه. يا جدعان الام لما تكون ربت ابنها صح بتكون دي النتيجه. يلا يا مهلا بيا يا رز على ملوخيه يا مهلا بيا يا مهلا بيا يا رز على ملوخية يا ده موقف زي القمر والله. ربنا يا رب يسعدكم ويهنيكم ببعض. الليل طويل. في نص الليل بكلمها تفهمني وافهم.
سايبين العيال دي شاطحه كده فين الاهالي والناس اي حد قريبهم سايب العيال دي عامله كده ليه؟ عشان اقول لكم الاطفال الصغيرين هم اللي عليهم العين والليل. يتفضلوا. العيله الصغيره النهارده تعركوا مع بعض فقسموا الشارع، عملوها حدود. شايف؟ كل واحد جاب قدام بيتهم وعمل حبل. لو اتخانقوا في البيت هيقسموا الميراث عادي، ما فيش مشكله عندهم دول. ممكن يعملوا طار بينهم وبين بعض زي الناس الكبيره عادي. سيب اللي في ايدك وتعالى خدي. تعالى انت كمان. بصوا بقى، اولا خدوا بالكم من اولا كويس. ليه يا حاجه ليه يا حاجه احنا والله ما ناقصين يا حاجه فرقعت كل حاجه يا حاجه. ما بعت لي الفيديو انا فكرت ان العكس، يعني اللي هو ايه، لو الست هي اللي عاجزه والراجل مكانها، هل الراجل هيستحمل كده؟ هل الراجل هيستحمل ان هو يشيل مراته وهي عاجزه ويقعد يعمل لها ويوديها ويجيبها والكلام ده كله؟ فلقيت ان في رجاله ممكن تعمل كده، بس الاغلب عمره ما يعمل كده. عمره ما يروح يتجوز واحده عاجزه، عمره ما يضحي بشبابه ويضحي بنفسه عشان خاطر يعيش مع ست عاجزه ويقعد يخدم فيها ويجيب لها ويوديها والكلام ده كله. اما الست تضحي. عشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصانا على القوارير.